5 حاجات ما ينفعش تعملها مع الحيوانات، واوعى تفكر تعملها لو عايز تخرج من التجربة دي سليم. اول حاجة، بلاش تلمس البطريق ابدا، لان جسمه مغطى بطبقة زيتية بتحافظ على ريشه وبتخليه مقاوم للمية وبتدفيه كمان. لو لمسته كأنك شلت الجاكيت من على واحد في عز البرد. تاني حاجة، اوعى تغمز ابدا لقرد البابون. في لغة البابون الغمز معناه القتال، يعني لو فكرت تعمل كده انت اعلنت الحرب يا معلم رسميا مع قرد البابون. تالت حاجة، ما تفاجئش الحصان من ورا ابدا. الحصان عنده ردة فعل سريعة جدا ما تتخيلهاش، وضربة واحدة من رجله الخلفية ممكن تكسر عظمك كله في ثواني. اما رابع حاجة بقى، بلاش تحاول تقرب من الكسلان، جسمه مليان فطريات وطحالب وحشرات وحاجات ما يعلم بها الا ربنا، وكمان مخالبه حادة جدا، لو حركها ناحية حد ممكن تعورك او تخدش جسمك بكل قوة. خامس حاجة بقى، ابعد عن الكوالا، شكلها لطيف وكيوت فعلا بس جسمها مليان بكتيريا خطيرة جدا، واخطرها كيلاميدا، لو دخلت جسمك ممكن تسبب مشاكل صحية كبيرة جدا، وفي الحالات الخطيرة ممكن توصل للوفاة. قول لي بقى، ايه اكتر حيوان فيهم عمرك ما كنت تتخيل ان هو خطر كده؟ وفي الاخر صلوا على الحبيب، وخليك دايما حريص وانت بتتعامل مع الحيوانات بصفة عامة.